قاعدة المفروض ان انا هذاكر بس امبارح علم النفس، هخلص علم الاجتماع النهاردة وانجليزي. تمام وبس. دلوقتي بقى قاعدة بفطر اهو ومتوترة طبعا. هي التوتر، انا لما بتوتر يا جماعة ما بعرفش اسيطر على التوتر بتاعي ابدا. فالفترة دي بتبقى بالنسبة لي بتبقى معاناة نفسية اكتر من ان هي مذاكرة. يعني المذاكرة ممكن اكون مذاكرة كويس، لكن برضو التوتر ما اقدرش اسيطر عليه الحمد لله. يعني فكرة فيديو النهاردة روتيني قبل امتحان الشهر اكتوبر او اي امتحان شهر في الدنيا. تمام، انا النهاردة جبت لكم 3 طرق. اول طريقة وهي الطريقة اللي انا هعملها لما اشرح لكم الثلاث طرق، وهي ان انا بجيب فيديو من على اليوتيوب شرح. مثلا انا دلوقتي هذاكر انجليزي فجبت فيديو شرح اللغه الانجليزيه. ايا كان الفيديو ده مدته قد ايه، بجيب اي كراسه وبقعد اذاكر ورا المستر. دي احسن طريقه بجد، انا امبارح جربتها في العربي وبجد نفعت معايا. قعدت اراجع مع مستر. يبقى انا كده شفت رفع الفعل المضارع، وده اول جزء وبسيط جدا، وده الاصل في الفعل المضارع ان هو يكون مرفوع. كويس. لغه عربيه كنت بذاكر نحو، وفي حاجات كتير كانت واقعه مني والحمد لله لميتها على فكره وفهمتها والدنيا تمام. وحاسه ان انا بعد كده بعد امتحان الشهر لو رجعت عليها اكتر هفهمها اكتر واكتر. تمام، لان انا مش باخد دروس، انا لوحدي احل بقى. تمام، ومش بمسح الفيديو. حليت كله تمام ماشي، امسح الفيديو لقيت نفسي في نقط وقعت مني، اجيب الفيديو تاني واجيب النقط اللي وقعت مني واشوفها تاني وتالت لغايه ما افهمها. تمام، انا كده قفلت الماده، لان هو الفيديو ميزته ان هو بيجيب كل اجزاء المنهج ويعدي عليها شرح وحل شرح وحل وبنخلص. تمام، انت بعد كده بتحلي من المذكره او ايا كان وخلاص انت كده قفلتي الماده اللي انت ذاكرتيها. تاني طريقه معانا درس مع المستر، والمستر كده كده بيراجع لنا كل جزئيه. تمام، كل جزئيه مع المستر اكيد لما اكون بروح الدرس ده بركز مع المستر في الشرح وكده. بعد كده لما برجع البيت بذاكر كل جزء هو شرحولي النهارده وبحل، وكده انا خلصت. ده برضو نفس فكره فيديو الشرح اللي على اليوتيوب، ده لو انتي بتاخدي ايه درس. ده الطريقه، ولكن في ناس ممكن تكون مش شاطره في الطريقه دي، عشان كده انا اقترحتها. بجيب الماده اللي انا عايزه اقفلها، تمام، مثلا المقرر في شهر اكتوبر كله وبقعد اذاكره. كل جزئيه انا بذاكرها بلخصها بسرعه وبحل وبقفل الماده. تمام، يعني انا كده كده بشرح لنفسي فبقدر احل كمان، فكده خلاص قفلت الماده. تمام، انا هستخدم اول طريقه قلتها وهي ان انا بجيب فيديو وبذاكر مع المستر. لكم كانت مضايقاني السنه اللي فاتت جدا، لا قبل كده كمان. يعني هي كانت مضايقاني بقالي كام سنه ومش عارفه اتخطى الموضوع. تمام، فانا حاسه ان انا بما اني السنه دي اتخطيتها فانا حاسه ان ده انجاز. انا هقول لكم هي الحاجه دي ايه، بس عايزه اقول لكم حاجه، خلوش اي حد يقلل من انجازاتكم الصغيره، لان انتوا بالنسبه لكم الحاجات اللي انتوا بتبقوا عامله لكم مشكله في حياتكم وبتتخطوها بعد كده دي بيبقى بالنسبه لكم فرحه كبيره قوي. ما تخلوش اي حد يقلل منكم ولو حتى كانت صغيره، لان هو له حق ان هو يحكم على حياتكم او يحكم على انجازاتكم على ان هي تافهه ومش كفايه وملهاش قيمه. ايه بقى الانجاز اللي انا عملته والحاجه اللي الحمد لله عرفت اتخطاها؟ بصوا يا جماعه، مثلا لما بيحصل لي موقف شخص بيغلط فيا او بيضايقني، مش شرط الشخص ده شتمني، تمام، هو ممكن يكون عمل
فعل اهان كرامتي او ضايقني او كده يعني، كنت من النوع اللي هو انا بعرف ارد والله العظيم وعندي لسان، ولو اتكلمت ورديت الشخص هيزعل مني جدا، ولكن كنت بعمل اللي هو ايه، خلاص ماشي هعدي ليه، لان انا ما كنتش بحب المشاكل. فعشان كده كنت اي حد بيضايقني او بحس انه اهان كرامتي كنت بسكت، كنت بمشي الدنيا. لكن الموضوع ده غلط جدا، اوعوا تسكتوا عن حقكم، لانه بعد كده غالبا الشخص بيتطاول عليكم. وحصلت معايا انا لما كنت بسكت للاشخاص اللي كانوا بيعملوا مثلا فعل بيضايقني او حاجه بتيجي على كرامتي، كانوا بيعملوا اكتر من كده بكتير وجم عليا كتير جدا. تمام. فالانجاز اللي انا عملته ان انا دلوقتي صبري خلص، فاي حد دلوقتي بقى هين كرامتي بروح رد عليه على طول. غلط جدا يا جماعه، وبالنسبه وبالذات البنات الصغيره، اوعي تسكتي على حقك. اول ما حد يغلط فيكي غلطي فيه على طول. يا جماعه بلاش شتايم، احنا بنعرف نرد ولكن باحترام. انت تقدري تهزقي اللي قدامك بنظره او بكلمه او حتى بتصرف، نظره بس، نظره من فوق لتحت تخليه يتخرس. الموضوع صراحه بسطني جدا ان انا في ناس كتيره كانوا مضايقني، يعني كانوا بيجرحوا كرامتي، فدلوقتي لما بقيت ارد على اي حد بقى يعمل لي 1000 حساب. فعشان كده بقول لكم، وبالذات انا بوجه الرساله دي للبنات الصغيره، اوعي تخلي حد يجي عليكي وتسكتي له، ردي في ساعتها، لانه الشخص غالبا هيتطاول عليكي بعدين كتير قوي، وانتي اللي هتخسري نفسيتك وكرامتك بعد كده. فردي على طول عشان الشخص ده يعمل لك 1000 حساب. انا بصراحه الموضوع كان فارق معايا قوي، عشان كده انتوا هتلاقوني بتكلم مبسوطه قوي وشويه منفعله وانا بتكلم، لانه الموضوع كان فعلا السنين اللي فاتت كان مضايقني قوي وما كنتش عارفه اتصرف. لكن بعد كده يعني الحل ان انا ارد على طول عشان الشخص اللي قدامي ما يتطاولش عليا ايه، خدت حقي منه. بس كده بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب، وتقولوا لي رايكم في الطرق دي اذا كانت بتنفع فعلا ولا لا. وبس كده، انا هقعد اكمل المذاكره اللي عليا لاني لسه مخلصتش، عندي مذاكره كتير جدا، وهنهي الفيديو لحد كده. بس كده، باي باي.